أهلين، كيفكم؟ كيف أعزز ثقة طفلي بنفسه؟ في كتير نقاط. شعور الطفل بالحب والاهتمام منذ صغره. ما في أم وأب ما بيحبوا أولادهم وما بيهتموا فيهم، لكن هل هذا الحب والاهتمام عم بيشعر فيه الطفل؟ أنا كأم لما احتوي ابني، لما ضم ابني، لما يكون زعلان أفهم هو ليه زعلان، لما أعيره اهتمام، هذه الأمور كلياتها الاستمرار فيها خلص صار الطفل عنده شعور أنه ماما دايما مهتمة فيني ودايما بتحبني، فهذا بيعزز ثقته بنفسه. لما أعطي طفلي صلاحيات للتصرف ببعض المواقف، هون بيشعر الطفل أنه عنده ثقة بنفسه وأنه هو شخصيته ممكن يعتمد عليها. كمان لما الأهل بيمدحوا بيشجعوا على تصرف أو سلوك قام به الطفل، هذا بيعزز ثقته بنفسه. لما علم الطفل مهارات جديدة، مثلا أنا رايحة بدي خلينا بالطبخ مدام ما عم بطبخت منى، أنا زفيت أعمل كيك، خلي ابني يجي يساعدني. يلا ماما حط لي معلقة سكر، يلا ماما حط شوي شوي الطحين، يلا ماما حرك لي البيض. هون أنت عم تعطيه وتعلميه مهارات جديدة وبتشجعيه إنه يحققها. هذا بيشعره برضا تام عن نفسه، وبالتالي بيصير عنده ثقة بنفسه. دايما علموا الطفل إنه في شيء اسمه روح التعاون والمشاركة. الطفل بفطرته نفسه بفضل احتياجاته، بالفطرة بفضل احتياجاته أولا، لكن مع التشجيع ومع التعويد ومع المدح بيتعلم إنه لازم يشارك من حوله، يشارك أخوانه، يشارك أصدقائه. دايما عودوا الطفل على المشاركة، ما تعودوه على الأنانية وإنه كل شيء إلي أنا وأنا وأنا. نعلم الطفل على أنشطة قائمة على التعاون والتشارك مع الآخرين، بدل من التركيز على الألعاب التنافسية. والحلو كمان أننا نسند للطفل بعض الأعمال المنزلية مثل سقاية الزرع، تنظيف الأرض، ترتيب المخدات. نعود الطفل على الاحترام والتقدير. كيف؟ من خلال أنا كأم والأب طبعا يكونوا قدوة لأطفالهم. مثلا لما الطفل يتحدث معي حديث استمع له وحسس أن أنا مهتمة بكلامه وبحديثه بدون ما قاطعه، ومع تقبل وجهة نظره والتعامل مع الآخرين بلطف. يعني أنا قدوته، لازم يشوفني أنا كمان بتعامل مع الآخرين بلطف، بذوق، باحترام، بتقدير. فالطفل على طول بيشرب من أهله. خلصنا الجزء الأول من موضوع كيف أعزز ثقة طفلي بنفسه. إن شاء الله الأسبوع القادم الجزء الثاني. تسعدني متابعتكم، وأتمنى هذه النصائح تكون مفيدة وعلم نافع بإذن الله لمن يحتاجه.